مش عارف ايه. حبيبي شكله عايز ينام. ازيك يا حبيبي؟ تعالى تعالى. عامل ايه؟ تعيط ليه؟ في ايه؟ أنا زهقان وماليش حد قلت ليه؟ أقعد فيه. زهقان أوي. لا حول ولا قوة الا بالله. فين امك يا حبيبي ولا اهل؟ أمي ميتة. أمي ميتة. اخر مرة شفت ابوك امتى؟ أنا طفشان. طب شم من ابوك؟ سبت البيت. طب منين؟ معصر. دي جنب بالقاس صح؟ صورتني منين؟ لا انا مذيع اسمي اسامة الحداد. في ناس قالوا لي انت بتنام هنا كل يوم، فانا جاي لك مخصوص. صلي على النبي. ناخدك دلوقتي ارجعك لابوك واحاول احل ما بينكم. لا، مش عاوز أرجع. ليه يا حبيبي؟ مش راجع. ايه ده بس؟ هنرجعك لابوك. ابوك هيخلي باله منك. انت في الشارع هتتبهدل والله. مش عاوز أرجع. مش عارف. انت خايف منه قوي كده ليه؟ مش عاوز أرجع والله. ليه بيعمل فيك حاجه؟ بيضربني وما جبتليش فلوس وكامل. بيعمل فيك ايه؟ بيموتني من الضربة وما جبتليش فلوس وكامل. بيموتني من الضربة وما جبتليش فلوس وكامل. وبيشرب حاجه؟ طب معاك رقمه طيب؟ عايش رقم حد فيهم. انت بتكذب؟ مش وانا بسمع من طرف واحد دلوقتي. كل الصراحة اللي عليا. ما كذبتش عليك ولا في كلمة. انت عارف ان انا لو سبتك ومشيت دلوقتي انت هتفضل في الشارع متبهدل برضه. سيبني أعمل البهدلة وأنا أركب مع أي حاجة أروح عليه. سيبني أعمل. طب بتشرب حاجه؟ مشربش سجاير. طب خد تعالى، ما تخافش ما تخافش يا ابني. خد اقول لك. لا خلاص بقى. تعال تعال ما تخافش. انت اسمك ايه قلت لي؟ اسمه محمد. حمو صلى على النبي. انا اخوك ومش عايز اسيبك ولا اعرف اسيبك وامشي. طب انا دلوقتي انا صورت كل ده على فكرة، ولو نزلت الفيديو في ناس هتكون عارفاك، فهم لو قالوا عليك كداب هتبقى وحشة قوي. فانا نفسي تبقى صادق وانا هجيب لك حقك ده من ابوك والله. بس أنا مش عايز أرجع لأبوه. مش عايز أرجع لحد والنبي يا عم أرجوك. مش عايز أرجع. ما بهزرش وربنا. ربنا ما أنا عاوز أرجع. خايف من ابوك كده ليه؟ خد يا عم. تخاف مش هرجعك. ما تخافش يا ابني ما تخافش. تعالى تعالى يا ابني والله ما هرجعك خلاص. محمد وربنا ما هرجعك لابوك خلاص. تعالى. ولا مرعوب من ابوه. صلى على النبي. اقول لك على حاجه، اصل أنا مش هجري وراك، انا مش عيل صغير. ما تخافش يا حبيبي. تعيط ليه يا حبيبي؟ وابوك مبهدلك قوي كده؟ مش عايز أرجع له والله يا جدعان. أو هتشقلب في الأرض مش هرجع له. تعالى بس. ربنا ما هرجع له. في ايه يا حبيبي؟ طب هو اقعد كده. هو بيعمل فيك ايه؟ أما ما قدرش فلوس قبل يموتني من الدار. طب وانا ذنبي ايه يا عم؟ هو الرزق بتاع ربنا. ربنا يبقى معدول بقى الدور بيقول لي لا مش حلوين. جيب لي فلوس كاملة وانا اجيبها لك يا عم منين؟ ولو كلامه صح فانت اب ظالم. انا هعيط والله غصب عني. ما عايز يا عم ويلا. انا مش عايز. خايف من ايه؟ لا انا خايف. انت عملت رعب للولا. حسب الله ونعم الوكيل. تخافش ما تخافش. احنا مش هنوديك ليه خلاص. محمد ولا مش هوديك له. ما تخافش. بص يا جماعه، يا ريت اي حد من المعصره يتواصل معانا. احنا مش عايزين نرجعه لابوه، احنا عايزين حد من اهله اللي يستلمه. هو موجود في جمصة والولا خايف مننا حتى، وخايف بيحسبنا هنرجعه لاهله. حتى هو عايز يمشي مع صاحبه بالتوك توك. يا ابني ما تخافش ما تخافش. اقفل الاغاني كده. محمد انا مش هرجعك غصب عنك لابوه، بس انت هتتبهدل في الشارع يا ابني. تعرفه؟ عارفه على يد واحدة زي أمي يعني. هي اللي قالت لي خلي بالك منه. هو بيشرب حاجه؟ لا هو ما بيشربش أي حاجة. بيكذب في الكلام اللي بيقوله؟ أنا
ما يرضي الله انا ما اعرفش عنه اي حاجه، بس هو عشانه صعبان عليا انا بعامله كاخويا الصغير بس. خلاص ما اركب تخافش اركب يلا. معاه هو. لما بيبقاش في اهلها العيب تقول بيبقى ايه؟ فيهم هم. العيال اللي زي دي العيب بيبقى فيهم هم مش من اهلهم، هم اللي بيحبوا يسيبوا البيت ويمشوا. يعني انا واحد من ضمنهم كنت بسيب البيت وبمشي برضه، كنتش عارف قيمته، بس هم بقى اللي دماغهم مسوحاهم واللي بيمشي معاه بيسوحهم. يا ريت لو حد من اهل الطفل ده موجود يجي يستلمه. هو موجود في جمصة، بينام قدام تاج محل وبيقعد هناك وقدام هدير. ولو كلامه صح فحسب الله ونعم الوكيل، ولو كلامه غلط وكذب فانا اسف. مش هقدر اكمل الفيديو ده بجد والله العظيم. اقفل الكاميرا يا استاذ.